مساء الخير يا جماعة. من فترة كنت عملت فيديو معرفش هو متشافش قد كده، بس أنا حكيت فيها تجربة لمحاولة السرقة عليا. حد حاول يسرق حسابي البنكي، بس أنا تداركت الموضوع وعرفت إن هو بيحاول يعمل حوار كده معايا. ممكن تبقى تشوف الفيديو كامل. أسيب لك اللينك بتاعه في أول كومنت أو في وصف الفيديو على حسب أنت بتشوفني منين. المهم بعدها حاول كذا حد إن هو يتكلم معايا. في ناس كلموني على الواتساب، قالوا لي هتعمل لايكات ومش عارف ايه الفنادق وبتاع، وتاخد على كل لايك مش عارف كام يورو. فانا بصراحه يعني عارف انت، لو انا بقيت بشك في هدومي، مش بشك في الناس، انا بشك في هدومي. فقلت له تمام، انت عايز تعمل ايه دلوقتي؟ فلقيته بيقول لي ايه، هتعمل 3 لايكات على الفنادق ده ايه وهتاخد 15 يورو. قلت له ماشي. فعملت 3 لايكات على الفنادق. قال لي عاوز حسابك البنكي. قلت له ما عنديش حساب بنكي. فقال لي طيب عايز باي بال. قلت له ماشي. سلام. قمت عامل اكونت باي بال مضروب، وقمت مديله الكود بتاعه اللي هو اد كذا، اللي هو اليوزر نيم بتاعه. اما حول لي 15 يورو، قمت محول لنفس ال 15 يورو، وقمت عامل ديليت للحساب، وقمت مديلهم بلوك. تمام. لان بعدها، بعد ما انا لقيته بيقول لي احنا حولناك 15 يورو، لقيته بيقول لي هتكلمنا بقى وهتخش معانا ونعمل لك بروفايل ولازم حساب بنكي عشان نسجلك في الشركة وتشتغل وهتقبض ما يقارب، كانوا باين عايزين 500 يورو في اليوم او حاجة. والارقام دي هنا او في عموما في المطلق دي مش موجودة يعني. فتمام، ايه، اديت لهم بلوك. بعدها بكام يوم لقيت رقم هندي بعت لي على الواتساب، بيقول لي عندك وقت فاضي وتشتغل فيه بارت تايم وبتاع، مش هياخد منك الشغل نص ساعة او ساعتين في اليوم بالكتير، وهتقبض ما يقارب من 500 يورو ل 1000 يورو. معرفش هما بيحبوا يدوك ارقام عالية اوي عشان برضو يطمعوك في الحاجة. فقلت له لا والله ما عنديش وقت فاضي ومش مهتم الحقيقة. فبقول لا انا انصحك تشوف حاجه زي دي، مفيده جدا وفلوسها كتير وبتاع. قلت له لا ما تنصحنيش، مش محتاج نصيحتك الحقيقه. فالواد قعد مستغرب كده من ردي على الواتساب. قلت له طب ما تبعتش حاجه تانية عشان ما اخدش الكلام بتاعك ده واطلع بيه على الشرطه. الشرطه كانت هتتصرف، يعني الشرطه الالمانيه مش شرطه يستقل بيها هنا، كانت هتتصرف تجيب امه عادي. فقمت مديله بلوك وريحت دماغي. فده اللي حصل بقى مع اف بي سي. ماشي. بصوا يا جماعه، عشان نبقى على نور، مفيش حاجه اسمها ربح سريع من على النت نهائي. مفيش حاجه اسمها ربح سريع. حتى لو دخلتك في حته ان انا هديك فلوس في الاول، لو وصلت ان انا هديك فلوس بس في المقابل انت هتثق فيا، فهبتدي اسرقك بعد كده. وده المطلوب مني. انا لو واحد داخل انصب عليك على السوشيال ميديا، كل اللي انا هعمله باشا، بقول لك ايه، ما تيجي تخش معايا مسبوبه وتعالى هتكسب فيها قرشين حلوين وبتاع. بس في المقابل محتاج تجيب بعد كده بقى ايه، هات 10 تحت منك، هات 15 تحت منك. والحوارات الكتير اللي حصلت على السوشيال ميديا دي، ان اف بي سي عبارة عن تطبيق بتخش تنزل من جواه تطبيقات تثبتها على التليفون. يعني حضرتك بتبيع له حاجتك كلها. هو طبعا بياخد بياناتك دي يبيعها، وبيهكر لك جهازك، وكمان بيطلب منك فلوس عشان يعمل حاجات، يعني بيقول لك ادفع فلوس كذا. ده غير ان اشتراكه اساسا من الاول كان طالب منك مبلغ تدفعه. فاللي هو في حاجة كده يا صاحبي، في حاجة كده أصلا. في حاجة أقول لك ادفع 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 ادفع، وتنزل ألعاب تاخد فلوس. ومشاهدات يوتيوب ايه اللي ب 500 يورو؟ انت عارف حضرتك احنا بناخد كام على المشاهدات بتاعة اليوتيوب؟ كل 1000 مشاهدة بنص دولار. كل 1000 مشاهدة، لأن محتوانا عربي. كل 1000 مشاهدة بنص دولار. انت عايز تقنعني ان انت لو عملت 1000 لايك هتاخد 1000 يورو؟ 1000 دولار، بلاش اليورو عشان احنا نتكلم بالدولار. لا طبعا. يعني انا اللي بتعب في المحتوى وبقوم اصوره وبقعد امنتج وارفع لك الفيديو، انا ما اخدش فلوس، وحضرتك اللي عمال تعمل لايكات وكومنتات متوقع انك تاخد فلوس اكتر من اللي بيعمل محتوى؟ هو انتوا يا جماعه يعني ما بتتعلموش؟ بتحبوا تتسرقوا كل مره؟ يعني يطلع لك واحد يحذركم من المنصات، ما تتعاملش مع حد، ما تتعاملش مع حد اونلاين. ابوس ايدك، الحراميه كتير. ده انا نزلت مصر السنه اللي فاتت، ما كنت نازل اخطب، فلقيت والدي كل شويه يجي يقول لي، بعتين لي رساله بيقول لي مبروك كسبت 500 دولار من مسابقه الحلم.
حلم ايه يا حاج اللي هتكسب فيها 500 دولار؟ ده انت لو حلمت بالنبي عليه الصلاة والسلام مش هتصحى تلاقي 500 دولار، 500 ألف دولار. انت 500 ألف دولار ازاي لأكونت وهمي ما يعرفكش؟ طب انا جات لي الرسالة دي، فمرة عملت لايك على كومنت لحد في بوست. طب متخيل لايك على كومنت لحد في بوست؟ لقيته بعت لي بعدها بكام يوم، هو ما يعرفش ان انا يعني مش سهل انسى التعاملات بين الناس، مع الناس خصوصا مش بنساها. فبعدها بكام يوم لقيت نفس الاكونت اللي انا عملت له لايك من 3 4 ايام بعت لي بيقول لي استاذ محمد مبروك انت كسبت معانا جايزه 500 الف دولار، ارجوك ادخل تعامل معانا واملى بياناتك هنا وبتاع. انا اي حد بيقول لي املى بياناتك هنا بقول له ولا اطلع بره يالا، ما تعاملش معاه. لان بياناتك يا صاحبي هنا في المانيا صوتك مش زي مصر بقى صوتك امانه في الانتخابات وكده. لا، هنا في المانيا صوتك عامل زي الامضه بتاعتك بالظبط. صوتك، وحاليا انت ممكن تاخد اي صوت حد بالذكاء الاصطناعي وتكلم انت اي شركه او تبعت لهم فويس بصوت فلان، تمام، وتعمل اللي انت عايزه بقى. اطلب اي حاجه، اطلب واتمنى يا معلم. فنصيحه يا جماعه، ما تتعاملوش مع حد اونلاين وكل الرسائل اللي بتجيلك مبروك كسبت. حضرتك عملت ايه عشان تكسب؟ وهل انت عملت حاجه عشان تكسب؟ لو عملت حاجه هتكسب، ما عملتش حاجه هتكسب ليه؟ هتكسب ليه يا حبيبي؟ ادعي، عايز تكسب ادعي بقى، ادعي ربنا يكرمك بعمره، تكسب في مسابقه حج، الحاجات دي، تكسب فلوس، تلاقي فلوس في الشارع عادي ممكن تلاقيها لو ربنا كاتبها لك. لكن تلاقي حد على النت يكسبك 500 ألف دولار أو يكسبك عموما، معلش. هو أنا لما بعمل لك فيديوهات على السوشيال ميديا بعملها ليه؟ بصنع محتوى، في المقابل مستني إن أنا إن شاء الله أنجح على السوشيال ميديا ويبقى ده مصدر دخل ليا، تمام. بس دلوقتي حضرتك ما بتصنعش محتوى، متوقع ان انت تدخل تكسب ليه اذا كنت انا بصنع محتوى ومحدش دخل يكسبني حاجه؟ حقيقي والله يا جماعه، انتوا قاعدين على السوشيال ميديا اي حاجه تقابلكم تصدقوها، اي بوست يقابلكم تصدقوه، اي حد يقول لك مبروك كسبت تخش تدوس على اللينك. قلنا 100 مره بتتهكروا وبناتكم بتتسرق وحساباتكم البنكيه بتتنيل على عينها. في ايه؟ ما تفوقوا بقى. شكرا اتمنى اكون ما ضايقتش حد. شكرا، بس خلاص كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. سلام.